السلام عليكم الأخوات ومرحبا بكم في قناتي عالم صابرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الصحة ديالكم لاباس. فيديو جديد على قناتي غنشارك معكم كيكة البيضتان بمذاق الكراميل. كتجي كيكة اللي رائعة بحجم عائلي، خفيفة وكتذوب في الفم. فكنتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم، وكيف ما العادة فرجة ممتعة. وغنبداو على بركة الله. في واحد الاناء درت قبيصه ديال الملح، غادي نضيف عليها 2 ديال الحبات ديال البيض. كنزيد مع البيض كأس وربع الكأس ديال سكر سنيده، وغادي نطرب مزيان هاد المكونات بالطراب اليدوي حتى كنتاكد ان داك السكر داب عندي، وكذلك داك البيض هكا تفكك. ضروري نخلطو مزيان مزيان، ماشي ضروري تستعملوا الخلاط الكهربائي، وانما فقط الطراب اليدوي. غير كتخلطو مزيان مزيان، كتاكدوا ان داك السكر داب صافي، كتحبسوا من التخلاط. من بعد غادي نزيد معاهم كاس ديال الزيت، العبارات كاملين بالكاس ديال العنبه غادي نضيفو حتى هو، وغنخلط مزيان مزيان. وغادي نضيف ايضا هنا بودره الفانيلا. استعملت ملعقه غير ممتلئه ديال البودره ديال الفاني، ممكن تعوضوها بساشي ديال الفانيلا. كذلك غادي نزيد كاس ونصف ديال الحليب اللي يكون ضروري بدرجه حراره الغرفه، يعني تكونوا مخرجينه من الثلاجه على الاقل واحد ربع ساعه ولا نص ساعه باش هكا كتنجح معكم الكيكه. كنخلط مزيان هاد المكونات كاملين صافي، وغادي نبدا كنضيف في النواشف. بالنسبه للنواشف درت في الاول تقريبا واحد الكاس ممتلئ ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق من الاحسن غربلوه هكا واحد 2 خطرات باش هكا كيعاون الكيكه باش كتنفخ وكتجي خفيفه. غنزيد مع الدقيق 2 اكياس من خميره الحلويات، كنضيفوهم دائما مع الدقيق باش ما كيتكورش لينا وكيعطينا المفعول ديالو. غادي نخلط هاد الدفعه الاولى ديال الدقيق، كنخلطها هكا مزيان وكندخلها في الخليط ديالي. ومن بعد غادي نزيد الكميه الاخرى ديال الدقيق. صافي ضفت الكميه الاخرى ديال الدقيق، تقريبا كتحتاجوا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، لكن نتوما ديروا عينكم ميزانكم، لانه كل نوعيه ديال الدقيق كتختلف على الاخرى. كاين اللي كتشرب وكاين اللي لا، فضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على خليط الكيك العادي. انا كنخلط مزيان وكنتاكد انني دخلت مزيان داك الدقيق وما بقاش عندي هكا مكور. صافي كنخلطو دغيا دغيا، وكيكون هذا هو القوام ديال الكيك. كنهزو هكا بالطراب وكيمشي معنا خط واحد ما كيتقطعش. الا كان كيتقطع معكم فعرفوا مازال خاصو الدقيق، يعني خصو يتمشى خط واحد. ومنين كتكتبوا هكا رقم 8 كتكتب معكم وكتبقى باينه فوق سطح ديال الخليط ديالنا. صافي هنا كاضافه اخيره اللي غادي نضيفها ان شاء الله، اللي هي واحد 2 معالق كبار ديال الخل. كنضيفوهم حتى الاخير كاع، تقريبا واحد 2 معالق بحال هكاك. كيعطيونا واحد المفعول زوين هكا للكيكه، كيتفاعل مع الخميره وكيجي الكيك هكا خفيف وهشيش. صافي غادي نخلط غير واحد الخلطه خفيفه، وها هو القوام ديال الكيك عندي واجد. وهنايا غادي ناخذ المقلاة. بالنسبه للمقلاة هذه راه حجم كبير، دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق، وغادي نبدا كنكب الخليط ديالي. شوفوا معايا القوام ديال الخليط كيتمشى خط واحد وما كيتقطعش، هذا هو القوام اللي خاصو يكون عليه. صافي كنكب داك الخليط ديالي. بالنسبه للمقلاة فهي كبيره، صراحه كنقول لكم غادي نعبرها لكم، ولكن ما كان نعبرهاش، ولكن ان شاء الله غادي نعبرها لكم باش نعطيكم القياس ديالها بالضبط. يعني هذه راه مقله كبيره ماشي متوسطه وماشي صغيره. غادي نكب داك الخليط ديالي كامل في المقلاة. ودائما كنقول لكم الكيكه اللي كدار في المقلاة ثقيله كتجي خفيفه وكتجي رائعه بزاف بزاف، احسن من المولات الاخرين. صافي فغادي نكب الخليط ديالي ونحاول انني انقادو مزيان او نسويه هكا باش تجيني واحد الطبقه اللي مستويه.
وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للفرن كيكون بارد حتى كندخلوا الكيكه ديالنا، عاد كنشعلوا الفران النار اللي كتكون مهيله. بالنسبه للفرن الغازي، بالنسبه للفرن الكهربائي 170 درجه. غندخلوها حتى كتحمر من الجوانب وكنشموا هكا الريحه ديالها، عاد كنهبطوها باش كتحمر من الوجه ديالها. هنا من بعد ما طفيت على الكيكه راه خديت هنا 10 ديال القطع ديال الشوكولاط الابيض، درتهم هكا في واحد الكاسرونه وغنديرهم فوق حمام مائي كيذوبوا حتى كتذوب مزيان مزيان. وهنايا من بعد ما خرجت الكيكه كيف ما كتشوفوا كتحمر من الجوانب، كنهبطوها تحمر من الوجه ديالها صافي. وهنا غادي نزينها، بغيتو تحيدوها من المقلاة وتحطوها هكا في طبسيل عاد زينوها، كيبقى لكم الاختيار. انا كنقدمها هكا في المقلاة الثقيله. بالنسبه لداك الشوكولاط الابيض من بعد ما كيذوب كنزيدوا عليه واحد العلبه ديال الياغورت ديال الكراميل، كنضيفوه هكا مع داك الشوكولاط وكنخلطوه مزيان مزيان، عاد كنكبوه من الفوق. بالنسبه لهاد هاد التزيين هذا ديال الشوكولاط مع دانيت كيعطينا واحد الطبقه اللي كتجي من الفوق هكا كريميه. داك الشوكولاط ما كيقصحش، لانه الا درنا الشوكولاط بوحدو كيولي قاصح وما كيجيش هكا الشكل ديالو زوين. العكس الا ضفنا ليه هكا العلبه ديال دانيت ديال الكراميل. وحتى اللي بغات دير دانيت ديال الشوكولاط ممكن تضيفوه هكا مع الشوكولاط الاسود، غير انا كنفضل هكا الشوكولاط الابيض مع دانيت ديال الكراميل، كيعطي واحد المذاق رائع بزاف. غنحاول انني نصب ديك الشوكولاط مع دانيت وكنحاول انني نقاد هكا مزيان مزيان باش هكا يعني الكيكه ديالي كتجي من كل بلاصه فيها ديك الكريمه. صافي غنحاول نقادها مزيان. وحاولوا انكم تدهنوا هكا من الفوق بهاد الكريمه وهي باقا سخونه باش كتشربها وكتجي هكا الكيكه زوينه بزاف. صافي غنحاول نقادها مزيان مزيان كيف ما بان لكم، عاد ان شاء الله نقطعها. وهاد الكيكه هذه من الاحسن خليوها تبرد مزيان عاد قطعوها لانه كتكون هشيشه بزاف. وبالنسبه كتزيين اخير خديت غير هاد الصلصه ديال الشوكولاط اللي كتكون جاهزه، وغادي نبدا كندير بها هكا خطوط ماشي ضروريه الا ما كانش متوفره عندكم. ذوبوا غير الشوكولاط الاسود وحتى هو ديروه بنفس الطريقه، كديروا هكا خطوط على شكل دائري وانتم غاديين حتى كتساليو هكا حتى الاخير يعني او الحد ديال الكيكه ديالكم. صافي من بعد ما كندير هاد الخطوط هادو كيف ما كيبان لكم غادي ناخذ يا اما هكا واحد العود ديال الشواء ولا اي اداه هكا باش كنديروا بها خطوط كتجينا بحال الملفاي. بالنسبه للتزيين راه ماشي ضروري ديروا كيف ما درت انا، ممكن انكم تطرشوا هكا من الفوق بالفيرميسيل، ديروا اللوز ايفيلي اللي بغيتو. انا غير درت ليها التزيين هذا بحال الملفاي كيجي زوين هكا. صافي غادي ندير دوك الخطوط كنمشي هكا في الاول وكنعاود نرجع بالعكس ديال الخطوط اللي مشيت معاهم الاول باش هكا كيجينا الشكل ديالو بحال الملفاي. وهنايا اكيد غنقطع معكم الكيكه ديالنا باش نوريكم كيفاش كتجي. انا هنا قطعتها اليوم هكا على شكل مثلثات، ممكن تقطعوها على شكل مربعات، كيبقى لكم الاختيار اكيد. هنا غادي نزول معكم، راه كتزول بكل سهوله. بالنسبه لهاد المقله الثقيله راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه، يعني كيكه كديريها فيها وانتي عينيك مغمضين كتجي ناجحه وخفيفه بزاف كيف ما سبق ليا وقلت لكم. فغنقطع معكم واحد المورسو، انا غنقطعها كامله عاد ان شاء الله نقدمها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها. انا هنايا قسمتها على 4 وكل قطعه قسمتها على 3 هكا كيبقى لكم الاختيار. تحصلت على 12 القطعه. وهنايا اكيد كنوريكم الشكل ديالها من بعد ما حيدتها. كتجي واحد الكيكه اللي خفيفه بنينه ولذيذه ما تشبعوش منها. فعلا فعلا كتستحق انكم تجربوها. شوفوا معايا الخفه ديالها كتجي بحال الريشه، خفيفه بزاف بزاف بزاف. داك المذاق ديال الكراميل من الفوق كيعطيها واحد المذاق رائع. وشوفوا معايا انا منين سقيتها اولا منين دهنتها بداك الكراميل وهي باقا سخونه راه دخل في الكيكه لداخل، راه كيبان لكم راه في الداخل ديال الكيكه. كتشربوا الكيكه وهي باقا سخونه، داكشي علاش قلت لكم حاولوا انكم تدهنوها من الفوق وهي باقا سخونه. وفعلا واحد الكيكه اللي شوفوا معايا راه باينه كتجي فعلا كتستحق انكم تجربوها. سهله ماهله ومكوناتها بسيطه وكتجي بنينه بنينه بزاف. فكنتمنى اخواتي وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي، دعموني بلي لايك، ومرحبا والف مرحبا بجميع التعاليق ديالكم. ونتلاقاو فيديو اخر باذن الله تعالى، ومع السلامه.